الولد الصغير شال أنبوبة الأكسجين بتاعت أمه لمجرد إنه كان عايز يلعب بيها. في اللحظة دي الأم بدأت تختنق وما بقاش في أكسجين كفاية، فطلبت من ابنها يرجع الأنبوبة مكانها، لكن عشان جسمها كله كان متغطي بالشاش الولد مسمعش كويس هي بتقول إيه وفكر إنها عايزة تلعب معاه. في الثانية اللي بعدها الأم فقدت وعيها وجهاز ضربات القلب بقى خط مستقيم، بس الولد فكر إن الجهاز ده تلفزيون وفضل يشتكي إن التلفزيون مش بيقلب قنوات. بعد كده الولد خرج من الأوضة وهو بيشتكي إن التلفزيون مش بيغير قنواته وكل اللي بيعمله يصوت بصوت بيب بيب. في اللحظة دي ست لاحظت إن في حاجة غلط وقررت تدخل تشوف، لكن الولد وقفها وقال لها مش هيسمح لها تدخل عشان أمه كانت مش بتحبها. ولما الست حاولت تدخل غصب الولد عضها. ساعتها أهل الولد كمان قالوا إنها متدخلش عشان الدكتور كان قايل إن المريضة ما تتعصبش، لكن الست قالت إن مفيش تلفزيون أصلاً جوه الأوضة، اللي الولد بيتكلم عنه ده جهاز ضربات القلب. ساعتها الأهل اتصدموا جريوا على الأوضة، ولما شافوا حالة الأم ندهوا الدكتور بسرعة. الدكتور زعق للولد وقال له إزاي يشيل أنبوبة الأكسجين من المريضة، لكن الولد أنكر وقال مش هو لحد ما الدكتور وراه الكاميرات اللي في الأوضة. ساعتها الولد اعترف بغلطه. الأهل بدأوا يتوسلوا للدكتور ينقذ أم الولد، لكن الدكتور قال مفيش حاجة يقدر يعملها لأن المريضة قعدت من غير أكسجين فترة طويلة وبقت في حالة غيبوبة كاملة.